بيبدأ الفيلم في أعماق المحيط وبيكون في غواصة نووية غرقانة، فبتيجي غواصة إنقاذ بقيادة جوناس عشان ينقذوا طقم الغواصة النووية اللي غرقانة. وبيحاول جوناس وفريقه ينقذوا كل اللي موجودين في السفينة وينقلوهم على غواصة الإنقاذ، لكن بيهجم عليهم قرش ضخم جدا وبيكسر لهم في الغواصة. وفي نفس الوقت ده بيحاولوا ينقذوا أكبر عدد ممكن، وجوناس بيجي يمشي بالغواصة لكن بيكتشف إن في اتنين محتاجين إن حد ينقذهم. وجوناس في نفس الوقت ده بيلاحظ إن حصل تسريب مية جوه الغواصة بتاعتهم، والاتنين اللي في الغواصة التانية بيكونوا بيستغيثوا علشان جوناس يلحقهم. وبيظهر على الخريطة القرش بيلف حوالين الغواصة، فجوناس بيقرر انه ياخد اصدقائه ويهربوا باقصى سرعة ويسيبوا الاتنين اللي في الغواصة التانية لانه غصب عنه. واول ما الغواصة اللي راكب فيها جوناس بتسيب الغواصة النووية وقتها بتنفجر. وبعد مرور 5 سنين بالظبط من الحادث ده بنروح لشنغهاي في الصين، وبعدين بنشوف محطة مانا للبحوث، وبينزل من الطائرة الهليكوبتر موريس، واللي بنعرف ان ده صاحب المشروع كله، واللي بيكون في استقباله الدكتور تيشينغ وبيسلم عليه وبيعرفه على بنته، واللي بنعرف ان اسمها سوين وبتكون عالمة احياء بحرية. وبعدين بنشوف الطفلة الجميلة دي واللي بنعرف انها بنت سوين واللي اسمها مينغ. وتشينغ وسوين بياخدوا موريس وبيطلعوه فوق علشان يشوف شكل الغواصة من الداخل، واللي بتعجب موريس جدا. وبعدين بيطلعوه فوق عند فريق العمل وبيعرفوه على جاكس، واللي بنعرف ان دي مصممة الغواصة. وبعدين بيعرفوه على الدكتور هيلر المسؤول عن الاسعافات الاولية داخل الغواصة، وبيعرفوه على دي جي واللي بنعرف ان ده مرشد المستكشفين. وكمان بيعرفوه على ماك واللي بنعرف ان ده رئيس المحطة في الغواصة. وبعدين بيتكلم على الجهاز مع لوري واللي بتكون في غواصة تانية علشان هتعمل اكتشاف على عمق 11000 متر تحت البحر، وبيكون راكب معاها في الغواصة ويل وسوشي. وبعدين لوري بيتكلم فريق المراقبة على الجهاز وبتقول لهم ان هم قدامهم 20 متر ويكونوا وصلوا 11000 متر تحت البحر. وفريق المراقبة بيشوف ان هم بالفعل وصلوا 11000 متر تحت البحر وبيبدأوا يحتفلوا بالإنجاز ده. وبعدين بيبدأوا ينزلوا من الغواصة أنوار كتير جدا علشان تبدأ عملية الاكتشاف في أعماق البحر، وبيكون المكان كله فعلا أصبح كله منور تحت البحر. وفي الوقت ده دي جي بيكون قدامه الخريطة اللي لوري وسوشي ماشيين عليها في أعماق البحر، وبيكون متابع أخبارهم لحظة بلحظة. وبالفعل بيكونوا شايفين كل حاجة بتحصل في أعماق البحر وبيكونوا مذهولين جدا من المناظر اللي بيشوفوها. لكن في اللحظة دي بيظهر على الخريطة إن في قرش ضخم بيقرب من الغواصة بتاعتهم وهم على عمق 11000 متر. ودي جي في الوقت ده بيبدأ يشغل أضواء كتير جدا عند لوري، وبعدين فجأة بيتقطع الصورة عن لوري وسوشي وما بيكونش عارفين يتواصلوا معاهم نهائي، ولكن بيكونوا سامعينهم فقط مش أكتر من كده. وفي اللحظة دي لوري بتلاحظ على الخريطة إن القرش قرب من الغواصة بتاعتهم جدا، وبالفعل القرش بيبدأ يهجم على الغواصة بأقصى قوة ممكنة. وبيكون فريق المراقبة سامع الاستغاثة بتاعت لوري وسوشي وويل ومش عارفين ينقذوهم، وبيبدأ ماك يكلم لوري وأصدقائها على الجهاز يمكن يكونوا سامعينهم ولكن ما بيكونش فيه رد. وبعدين بيتجمع الفريق كله مع بعضه علشان يشوفوا هينقذوا الغواصة اللي فيها لوري ازاي. وفي الوقت ده سوين بتقول لهم ان هي هتنزل تنقذهم، فبيرد عليها ماك وبيقول لها ده عمق 11000 متر صعب جدا. وبعدين ماك بيقول لهم ان اللي هيقدر ينقذهم هو شخص واحد بس واللي هو جوناس. فبيرد عليه دكتور هيلر وبيقول له ده شخص فاشل جدا وبسببه في 2 ماتوا في الرحلة اللي فاتت. فبيرد عليه ماك وبيقول له ده انقذ 11 راجل لوحده ومن ضمنهم انت يا هيلر. فبيرد عليه دكتور هيلر وبيقول له جوناس ده شخص مختل عقلية. فبيتدخل في الكلام تشينغ وبيقول لهم انا هروح لجوناس في تايلاند علشان يجي ينقذهم. وبنشوف جوناس وهو قاعد على قد ان هو يسكر وبس، وبعدين بيروح بيته فبيلاقي في انتظاره تشينغ وماك، وبيسلم عليهم جوناس وبيفتكرهم ان هم جايين يزوروه مش اكتر من كده. فبيبدأ جوناس يجيب لهم ازازتين علشان يشربوا معاه، ولكن ماك بيرد عليه وبيقول له احنا مش جايين لك في زيارة، احنا محتاجينك في مهمة صعبة جدا. ولكن جوناس بيرد عليه وبيقول له انا مش هنزل البحر تاني. وجوناس بيقول لهم لو عرضتوا عليا فلوس علشان انزل البحر برضه هرفض، ومستحيل ان انا انزل البحر مرة تانية. وفي الوقت ده ماك بيخلي جوناس يسمع مسجل صوت للوري وهي بتستغيث وبتقول لهم كلموا جوناس يجي يلحقني. وبنعرف ان لوري كانت زوجة جوناس ولكنهم انفصلوا. وتشينغ بيبدأ يتكلم مع جوناس وبيقول له لازم تلحقهم علشان القرش بيطاردهم، وكمان بيقول لجوناس ان هو عنده فريق كبير ولكن محدش هيقدر يقوم بالمهمة دي الا انت يا جوناس. وبعدين بنشوف لوري وويل وهم بيحاولوا يشغلوا الغواصة علشان ينقذوا نفسهم، وبالفعل بيقدروا يشغلوا الطاقة الاحتياطي بتاعة الغواصة. واول ما الانوار بتنور في الغواصة القرش بيهجم عليهم مرة تانية، وبنشوف لوري وهي بتتألم جدا لان المفك دخل في بطنها وبتقول لهم اطفوا الانوار. وبعدين سوين بتطلع عند جاكس وبتسألها ايه الاخبار، فبترد عليها جاكس وبتقول لها انها شايفة على الجهاز ان الغواصة المفقودة اللي فيها لوري قدامهم ساعتين ويفقدوا كل الاكسجين اللي معاهم. فبتقرر في الوقت ده سوين ان هي تنزل بنفسها علشان تنقذهم، وبالفعل سوين بتركب الغواصة بتاعتها
بتاعتها وبتنزل لهم البحر. وفي الوقت ده مينغ بتكون خايفة جدا على والدتها لان المهمة صعبة جدا. وبيوصل في اللحظة دي ماك وتشينغ وبيكون معاهم جوناس وبيركبوا الاسانسير، وجوناس بيسأل جاكس وبيقول لها انت مين؟ فبترد عليه جاكس وبتقول له انا مصممة الغواصة دي كلها. وبعدين جوناس بيروح عند دكتور هيلر علشان يفحصه ويطمن عليه، ودكتور هيلر بيقول له ان هو ما فيهوش اي حاجة وان هو سليم. وبعدين جوناس بيركب الغواصة اللي هينزل بيها علشان ينقذ لوري والفريق اللي معاها. ومينغ بتيجي وبتسأله وبتقول له وعدني انك هتقدر تنقذ امي. فبيوعدها جوناس انه هيقدر يرجع لها امها والفريق اللي معاها. وبيكون الفريق شايف جوناس في كاميرات المراقبة علشان يشوفوا تحركاته لحظة بلحظة، وكلهم بيكونوا شايفين جوناس جوه الغواصة واللي بيكون متردد انه ينزل بالغواصة بتاعته. وفي الوقت ده جوناس بيبدأ ينزل بالغواصة اللي معاه، وبيكونوا شايفين تحركاته لحظة بلحظة، وبيكونوا ملاحظين انه بينزل بأقصى سرعة ممكنة. وجوناس بيبدأ يتكلم على الجهاز مع هيلر وبيقول له ما تخافش من سرعتي. والفريق اللي فوق بيبدأ يتكلم مع سوين وبيقول لها ترجع وجوناس هيكمل هو المهمة، لكن سوين بترفض. وفي الوقت ده ماك بيبدأ يبلغ جوناس وبيقول له ان في مكبس عندك في الغواصة تقدر من خلاله تعملوا محادثات جماعية ما بينك وما بين سوين. وبنشوف ويل بيعمل اسعافات اولية للوري علشان حالتها خطر جدا لما المفك دخل في بطنها. وفي الوقت ده سوين بتشوف الغواصة اللي فيها لوري واللي بتحاول تقرب منها علشان تنقذهم. واول ما بتوصل عند الغواصة بتاعت لوري القرش بيخبطها جامد جدا، والفريق بيبدأ يسألها وبيقول لها انت بخير؟ وبترد عليهم وبتقول لهم القرش خبط الغواصة بتاعتي. وفي اللحظة دي اخطبوط كبير جدا بيهجم على الغواصة بتاعتها، وبيظهر قدام الفريق على الخريطة ان سوين في خطر جدا. وبعدين الاخطبوط بيسيبها وبيمشي، وبتشوف سمكة القرش وبتبلغ الفريق على الجهاز ان طولها 25 متر. فبيرد عليها جوناس لانهم عاملين محادثة جماعية ما بين جوناس وسوين والفريق المراقب، وبيقول لها ده قرش المخدول وده فصيلة خطر جدا. وجوناس بيبلغ سوين وبيقول لها لازم تطفي الانوار علشان القرش بيجي بسبب الانوار. وفي الوقت ده جوناس بيقدر يوصل بالغواصة بتاعته عند الغواصة بتاع لوري علشان ينقذهم، وبيبدأ يفتح باب الغواصة عندهم علشان ياخدهم عنده في الغواصة بتاعته. واثناء ما هو بينقذهم بيلاحظ على الخريطة ان القرش قرب منهم جدا، فبيقدر ينقذ لوري وويل، وبيكون القرش على بعد امتار بسيطة منهم. وفي الوقت ده سوشي بيقفل على نفسه الباب وبيضحي بنفسه علشان جوناس وسوين وويل يهربوا بسرعة من القرش. وبالفعل القرش بيقرب من الغواصة اللي فيها سوشي وبتنفجر وسوشي جواها. وبيبدأ الفريق اللي فوق يتواصل مع جوناس ويسألهم انتوا بخير؟ ولكن جوناس مش بيكون عاوز يرد علشان ما قدرش ينقذ سوشي. وجوناس بيقدر يخرج بالغواصة لفوق وبيبدأوا يطمنوا على لوري علشان بتكون حالتها صعبة جدا. وسوين بتبدأ تسأل جوناس وبتقول له انت ليه ما انقذتش سوشي؟ فبيرد عليها وبيقول لها قفل الباب على نفسه جوه الغواصة. فبترد عليه سوين وبتقول له انت اللي سبته، انت اللي كل الناس بتموت بسببك. فبيرد عليها وبيقول لها لما تكوني في الاعماق وتكوني حياتك معلقة وقتها هتعرفي ان انا ببذل كل جهدي لانقاذ الجميع. وبيسيبها وبيمشي وبيروح علشان يطمن على لوري. وبيرد عليه الدكتور هيلر وبيقول له انها نزفت دم كتير جدا وان حالتها صعبة جدا. ودكتور هيلر بيبدأ يعتذر لجوناس علشان هو كان بيقول عليه ان هو شخص مختل عقليا وانه مش قد المسؤولية. وبنشوف الفريق كله هو قاعد في اجتماع وسوين بتوصف لهم سمكة المجدول اللي هي القرش اللي بيهاجمهم، واللي بتقول لهم ان طولها بيوصل ل 27 متر وانها اضخم واكبر سمكة. وبنشوف مينغ وهي بتتكلم مع جوناس وبتقول له يا مجنون، وبتشكره جدا علشان نفذ وعده وانقذ امها سوين. وبعدين جوناس بيبدأ يتكلم مع الفريق وبيقول لهم عاوزين تعملوا اكتشافات اعملوا، بس يا ريت ما تتصلوش بيا تاني علشان اجي انقذكم. وبيقول لهم مواجهة الانسان مع سمكة المجدول مش معركة، دي مذبحة. وبيسيبهم وبيطلع من الاجتماع. وبنشوف مينغ وهي بتلعب بالكرة بتاعتها ومفيش لحظات والقرش بيهجم عليها بكل قوة والبنت بتصرخ، وكل اللي بيكونوا في الاجتماع بيطلعوا يجروا بسرعة علشان يلحقوها. ولما بيوصلوا عندها بيلاقوا مكان اسنان القرش معلمة على الازاز من بره بطريقة وحشية جدا. وبعدين بتوصل لهم اشارة على الجهاز واللي بيعرفوا من خلالها ان القرش في منطقة معينة في البحر. فبيقرر الفريق ان هم يركبوا القارب ويروحوا المكان ده، وبيلاحظوا وجود حيتان ميتة مرمية في البحر، وكمان بيشوفوا ايد انسان مقطوعة. وفي الوقت ده تشينغ بيقول لهم ان احنا عندنا قفص سمكة قرش وبنادق ولازم نموت القرش ده. وبيقول لهم كمان ان هم لازم يضربوا على بق القرش ده علشان يموت. فبيرد عليه ماك وبيقول له ان على ما تجهز الكلام ده قدامك على الاقل 20 دقيقه، وان القرش قدامه دقيقتين بالظبط وهيوصل لهم. وبيقترح عليهم موريس وبيقول لهم طيب ما نحط عليه جهاز تتبع، وكلهم بيوافقوا على الفكره، ولكن كل واحد فيهم ما بيكونش عاوز ينزل البحر وبيرميها على التاني. ولكن في الاخر بيكون القرار ان جوناس هو اللي هينزل للمهمه دي، وبينزل وبياخد بندقيه معاه بيوصل مداها ل 100 متر. وكمان بيكونوا رابطين جوناس بحبل امان ما بينه وما بين اليخت اللي هم موجودين عليه.
علشان لو حصل له اي حاجه يشدوه باقصى سرعه ممكنه. وفي الوقت ده بنلاحظ ان القرش قرب منه جدا، وبيكون بينه وما بين القرش مسافه صغيره جدا، وبيطلق جوناس الطلقه بتاع جهاز التتبع عليه. والفريق اللي بيكون موجود على اليخت بيلاحظوا بالفعل ان المهمه نجحت، وبيبداوا يسحبوا جوناس بالحبل بتاع الامان مره تانية علشان يرجع لهم. وفي اللحظه دي سوين بتقول لهم ما تشدوش الحبل علشان ما تعملوش حركه تلفت نظر القرش. وجوناس بيلاقي نفسه ما بينه وما بين القرش امتار بسيطه والحبل مش بيتسحب، فبيقرر انه يخلع الحاجات اللي هو لابسها ويقوم بنفسه علشان يرجع لليخت وينقذ نفسه. وفي اللحظه دي القرش بيكون بيجري وراه باقصى سرعه، وبيكون خلاص مفيش كام ثانيه والقرش هياكل جوناس، لكن بيتكتب له عمر جديد مع القرش ده وبينجو بصعوبه. وبيبدا الفريق يضحك على اللي حصل، وبيتكلموا مع جوناس وبيقولوا له ان هو مش جبان خالص. وبنشوفهم وهم بيجهزوا قفص كبير علشان سوين تركب فيه وتنزل للقرش تاني، ولكن الكلام ده ما بيكونش عاجب جوناس، وبتنزل في القفص سوين وبيقفلوا عليها وبيسيبوا القفص ينزل في البحر. وبتبدأ المهمة بتاعتها والقرش بيقرب منها، وفي اللحظة دي بيرموا لحوم حوالين القفص علشان القرش يقرب منها وتقدر سوين ان هي تسيب القرش وقتها. وفي اللحظة دي بتحصل خبطة جدا في القفص اللي فيه سوين، ولكنها بتلاحظ انها اسماك قرش بس صغيرة. والفريق بيلاحظ فوق على جهاز التتبع ان القرش قرب منها جدا، فبيبدأوا ان هم يبلغوا سوين ان القرش على بعد 50 متر بس. وبيوصل القرش لسوين وبيهجم على القفص جامد جدا، وبعدين بيبدأ يلف حوالين القفص، وسوين بتكون عاوزة تضربه في عينه بالبندقية، ولكن القرش بيسيبها وبيمشي. وبيرجع على غفلة واحدة وبياخد القفص كله في بقه، لدرجة ان الجهاز اللي فيه الحبل اللي ماسك القفص فوق على اليخت بيتكسر. والقرش بيحاول انه ياكل القفص بكل قوته وسوين جوه القفص. وفي الوقت ده سوين بتضرب القرش بالبندقية بتاعتها فبيبعد عنها، ولكنه بيرجع تاني وبياخد القفص مرة تانية في بقه. والفريق بيكون سامع الاستغاثة بتاعت سوين على جهاز التصنت، وجوناس ما بيعجبوش اللي بيحصل فبيقرر ان هو ينزل وينقذها، وبيلبس بدلة السباحة وبينزل لها بأقصى سرعة، وبيمسك في الحبل اللي بيكون بين اليخت وبين سوين علشان يوصل لها. وبيلاحظ ان القرش فعلا بيكون هيبتلع القفص كله، والقرش في الوقت ده القفص كله بيكون في بقه وبيشد القفص وبيجري بيه، لدرجة ان اليخت كله بيكون هيتقلب بسبب ان القرش بيشد القفص وبيجري. والقرش من كتر ما بيشد القفص الجهاز اللي ماسك القفص فوق بالحبل بيخبط مكسه وبطاح في المية، والقرش بيسيب القفص. ولكن في الوقت ده بيكون سوين القناع بتاعها اتكسر، وبنلاحظ ان القرش بيقرب جدا على جاكس وهياكلها، ولكن موريس بيرمي لها السلم وبتطلع وبينقذها على اخر لحظة. وفي اللحظة دي جوناس بيكون وصل عند القفص اللي فيه سوين، رغم ان سوين بتقول لجوناس ارجع لليخت وسيبني علشان تنجو بحياتك، ولكن جوناس مش بيسمع كلامها وبيحاول ان هو ينقذها. وفي اللحظة دي الجهاز اللي ماسك حبل الامان على اليخت بيتكسر وبيقع في البحر، والفريق بيحط الجهاز الاحتياطي بدل اللي وقع، وبعدين بيربطوا في الحبل لحوم وبيرموها في البحر علشان يشتتوا القرش بعيد عن جوناس وسوين. وجوناس بينجح انه يطلع سوين من القفص وقتها، ولكن القرش بيكون قرب على الحبل اللي فيه اللحوم، وفي الوقت ده ويل بيقع في البحر، والقرش بيرجع تاني على جوناس وسوين وبيكون هياكلهم، ولكن الحبل بتاع الامان بيجي في الزعانف بتاعته وبيمنعه. والمخدر بتاعه الطلقه اللي سوين ضربت بيها القرش بيشتغل، فالقرش حركته بتوقف نهائي، وبينجح جوناس انه يطلع سوين وبينقذها وبيكون مغمى عليها. وبتفوق سوين وبتلاقي والدها شينغ قاعد قدامها، وبعدين بتشكر جوناس جدا انه انقذها. وبنلاحظ ان الفريق قدر يطلع القرش على اليخت وبيفحصوه، وويل بيقول لجوناس انا عاوز اتصور جنب القرش. واثناء ما ويل بيتصور دي جي بيحرك القرش فبيتخض ويل وبيقع في البحر، وكل الفريق بيضحكوا على ويل وقتها. ولكن في اللحظه دي بيطلع قرش ضخم وبياكل ويل، وكمان بياكل القرش اللي على اليخت. وبنشوف اليخت والفريق اللي عليه بيتقلبوا كلهم في الميه، والفريق كله بيطلع على اليخت وهو مقلوب في الميه، وموريس بيبدا يتصل بالنجد علشان تيجي تلحقه. وتشينغ بيكون اخد خبطه جامد جدا، ولكن بيقدر جوناس ينقذه. وجاكس ودكتور هيلر بيكونوا لسه في البحر، والقرش بيكون قرب منهم، وبنلاحظ بان القرش قرب من دكتور هيلر وبيفترسوا، ولكن جاكس بيتكتب لها عمر جديد وبتطلع على اليخت. وبعدين بيكون في لانش موجود جنب اليخت فبيركبوه وبيتحركوا، واثناء ما هما بيتحركوا على اليخت بيلاحظوا ان القرش ماشي وراهم. وفي الوقت ده بتوصل طياره هليكوبتر، والشاب اللي موجود على الطياره بيبدا يضرب على القرش بالبندقيه اللي معاه. وبنلاحظ ان تشينغ والد سوين بيموت في الوقت ده، وبيرجع الفريق مرة تانية على محطة مانا اللي كانوا موجودين عليها من شوية. وجوناس بيتكلم مع سوين وبيقول لها ان هو حزين جدا ان في ناس كتير في الفريق ماتت، ولكنها بترد عليه وبتقول له انت انقذت ناس كتير جدا وعملت اللي عليك وبتشكره جدا. وبيكون في اجتماع للفريق كله بقيادة موريس،
واللي بيقول لهم ان في مدمرتين هتيجي من الصين علشان تخلص على القرش ده لان الامر خرج عن السيطرة منهم، وبيبلغهم ان هو هيقفل محطة مانا خالص، وبيقول لهم ان في سفينة اخلاء هتيجي تنقذهم الصبح، وبيتأسف لهم كلهم على الخسارة اللي حصلت لهم كلهم. وبعدين بتيجي طيارة هليكوبتر وبيركب فيها موريس وبيمشي، والفريق اللي موجود في الطائرة مع موريس بيبلغوا ان هم معاهم متفجرات سريعة الانفجار. وبنشوف لوري وهي بتعتذر لجوناس علشان هي كانت بتوصفه قبل كده بالمجنون، وبتقول له انت هتعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لها انا هرجع تاني تايلاند. وبعدين بتيجي منغ وبتقول لجوناس ان امها سوين معجبة بيه جدا. وبنشوف الطائرة اللي راكب فيها موريس واللي بينزل منها علشان يكون موجود على اليخت ويراقب القرش بجهاز التتبع، والطائرة بترمي القذائف على القرش علشان تموته. والقائد بتاع الطيارة بيبلغ موريس ان القرش خلاص مات، فبيقرب موريس باليخت بتاعه عند القرش واللي بيكون ميت. وبنلاحظ ان الحيتان بتاكل في القرش ده، وبيكتشفوا ان القرش ده ملهوش اسنان، وده اكبر دليل ان هم موتوا حوت كبير مش قرش. وموريس بيحس ان في حركه مش طبيعيه تحت اليخت، فبيقول لهم اطلعوا بسرعه، والفريق بيطلع بسرعه وموريس بيقع في البحر، والفريق مش بياخد باله ان هو واقع في البحر. وبعدين بنشوف موريس وهو بيطلع على الحوت وبيلاحظ ان القرش جاي عليه، وبالفعل القرش بيفترس موريس. والفريق بيكون عاوز يتواصل مع موريس علشان يسألوه على سفينة الإنقاذ، ولكن ما بيكونش عارفين إن القرش افترسه. والفريق بيتفق مع بعض إن في صوت متسجل معاهم، والقرش بيخاف منه جدا. وبنشوف سوين وهي بتجهز الغواصة بتاعتها علشان تكون جاهزة وقت ما تنزل للقرش، وبيوصلوا باليخت بتاعهم عند خليج اسمه ثانية، واللي بيكون موجود عنده ناس كتير بتصيف وبتحتفل ومبسوطة. وبيكون في عريس وعروسة بيتجوزوا ومعاهم كلب كده صغنن وجميل وبينزل المية، واللي بيلاحظ ان القرش قرب منه جدا، وكل اللي موجودين في المكان بيلاحظوا القرش ده وبيقرروا ان هم يطلعوا من البحر بأسرع وقت ممكن. ولكن بيكون في جزء كبير جدا من الناس مش بيكون واخد باله ولا عارف اي حاجة عن موضوع القرش. وبنلاحظ ان القرش الزعانف بتاعته بتمسك في السلسلة بتاعة الاستراحة بتاعة المصيفين، والقرش بيشدها جدا وبتحصل فوضى كبيرة جدا على الشط. وكل اللي موجودين على الشط بيكتشفوا ان في قرش موجود، وكل واحد فيهم بيحاول انه ينقذ نفسه، والناس كلها بتكون عايشة في خوف ورعب من القرش ده. والقرش بيبدأ يطلع ويلتئم ناس كتير جدا بكل قوة، وبتحصل حالة من الذعر ما بين الناس، وكل واحد بيحاول ينجو بحياته. وفي الوقت ده الفريق بتاعنا اللي موجود على اليخت بيبدأ ينزل الجهاز اللي بيصدر منه صوت علشان يخوفوا القرش. وفعلا القرش بيخاف من الصوت ده وبيرجع، وبتنزل سوين بالعوامة بتاعتها في البحر، وبيكون في عوامة تانية بينزل بيها جوناس هو كمان. والقرش في الوقت ده بيقرب على جوناس وسوين علشان ينتقم منهم، وبنشوف القرش وهو بيجري ورا جوناس علشان يموته. وجوناس بينزل في الأعماق وبيعدي من أماكن ضيقة علشان القرش ما يعرفش يلحقه. والقرش في الوقت ده بيقابل جوناس من مكان تاني وبيكون هيموته، لكن جوناس بينجو. وفي الوقت ده سوين بتبدأ تضرب على القرش بالقذائف اللي معاها، ورغم ان الضربات قوية على القرش ولكن ما بتأثرش فيه. وفي الوقت ده سوين بتبدأ تنور أنوار علشان تلفت أنظار القرش وتقربوا ناحية جوناس علشان يضربوا بالقذائف، ولكن جوناس بيلاحظ ان القذائف اللي عنده حصل فيها عطل، وبتبدأ تحصل معركة قوية جدا من القرش على جوناس. وبنشوف طيارات هليكوبتر موجودة في المكان، وقائد الطائرة في الوقت ده بيكون نظره مشتت، فبتحصل تصادم ما بين الطيارتين وبتنفجر، ولكنها بتقع على اليخت اللي موجود فيه الفريق. والفريق كله بيرمي نفسه في البحر علشان ينقذوا نفسهم من الطائرة اللي نازلة على اليخت. والقرش بيكون مستمر بالجري ورا جوناس، وجوناس بيبلغ سوين انها تطلع بالعوامة بتاعتها علشان بنتها منغ. وسوين بتقدر تطلع بالعوامة بتاعتها على سطح البحر فعلا، وجوناس بيكون سامع كلامهم في الجهاز، والفريق كله بيقول له اطلع يا جوناس. ولكن جوناس بيقول لهم انا هقدر انهي على القرش ده خالص، ولكن الفريق بيترجى ان هو يطلع علشان هما متأكدين ان هو مش هيقدر على القرش ده لوحده. وجوناس بحركة ذكية جدا بيقدر انه يخلي العوامة بتاعته تقطع في جسم القرش ده من تحت، ولكن القرش مش بيموت وبيبدأ يهاجم جوناس تاني. وفي الوقت ده جوناس بيكون في وضع صعب جدا لان القرش بيكسر العوامة عليه، وبيكون جهاز الاكسجين مع جوناس خلاص بينفذ. وفي الوقت ده جوناس بيقدر انه يكسر الازاز بتاعت العوامة وبيخرج منها، وجوناس بيكون معاه خنجر وبيخبط القرش في عينه، وكمان بيخبط القرش في العين التانية علشان يخلص عليه خالص. وبنشوف الحيتان اللي بتيجي وبتاكل في القرش وهو ميت، وسوين بتنزل بالعوامة بتاعتها علشان تنقذ جوناس. وبنشوف الفريق اللي موجود على اليخت وهم مبسوطين ان جوناس وسوين راجعين. حد فاكر الكلب الطيب اللي شفناه من شوية لسه عايش. والفريق بيكون موجود على اليخت وبيكونوا مش مصدقين كل اللي حصل لهم وانهم نجوا بحياتهم. وبيخلص الفيلم على كده، واتمنى من كل اخواتي اللايك الجميل والاشتراك في القناة، ويا ريت لو تقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو عندكم فيلم وحابين ان احنا نلخصه قولوا لنا عليه في التعليقات، وان شاء الله نلخصه في اقرب وقت ممكن. والاهم من كل ده صلى على النبي يا صديقي.